عايزة أقول لك على شوية دروس في الحياة خصوصًا في الحب والعلاقات. عايزة أقول لك إن الحياة جميلة، وإن أنا أسامح كل اللي حواليّا، مش عشان هم يستحقوا إن أنا أسامحهم، لكن قلبي يستحق إن هو يعيش في سلام، إن الكره أول ما بيعذب صاحبه. ما أقارنش حياتي بحياة غيري، كل واحد ليه رحلته الفريدة، واوعى تفتكر إن كل واحد حياته مثالية. عيش الحب بكل تفاصيله، عشان الحب أحلى حاجة في الدنيا. انسى الماضي، ما تقفش عليه، بس اتعلم من أخطائك في المستقبل. وعادي إن إحنا ممكن نزعل أو نبكي، بس اوعى تخلي الحزن ياخد أكتر من وقته، ولا تبالغ في الندم على شيء عدى وخلاص. بنوفر فلوسنا عشان المستقبل صحيح، بس اوعى تأجل سعادتك للمستقبل، أو اوعى تأجل سعادتك بسبب الفلوس، عشان انت مش عارف الوقت اللي جاي ده هتكون موجود ولا مش موجود. ولازم تعرف انت عايش على ايه، عشان خاطر لو مت عليه هتبعث عليه. الحياة قصيرة جدا جدا، اوعى تضيعها في كرهك اللي حواليك وانتقامك ليهم. اوعى تخاف ان انت مثلا تكبر في السن امتياز وشهادة تقدير، ما بتمنحش لأي حد، ده بتمنح بجدارة. وما تاخدش كل حاجة على أعصابك وعلى محمل الجد، لأن كل حاجة بتمر، مفيش حاجة واقفة بيك، من غيرك الحياة مش هتقف على حد. وتعلم ان انت تقول لأ. اوعى تحس بالذنب لو قلت لأ. كل الناس اللي حواليك هيسيبوك، وانت الوحيد اللي هتقعد مع نفسك. فخليك لطيف وودود مع نفسك، متقعدش بقى تجلد فيها وتبكت فيها وتظلم فيها وتجرح فيها، وتقعد طول الوقت تقول أنا. عامل نفسك بلطف وبحنية، طبطب على نفسك، وقول لنفسك كلام حلو، وحفز نفسك وكافئ نفسك، وما يهمكش رأي الناس اللي حواليك ايه. المهم الحقيقة ايه، واعرف ان السعادة اختيار، اختارها كل يوم. وخلي الابتسامة اسلوب حياة، عشان الابتسامة دايما بتجذب كل الخير اللي في الدنيا. ما تضيعش طاقتك على أشياء مش هتعرف تغيرها ومش بإيديك. انت بتعمل اللي عليك، والنتيجة دي مش بتاعتك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما تحققتهاش. الحياة أبسط من كده بكتير، وما تقعدش مستني اللحظة المناسبة. اعمل انت اللحظة المناسبة، وخليك دايما ممتن لكل حاجة في الحياة. اعرف ان الحياة هدية كبيرة وهدية غالية قوي، فخليك دايما ممتن ليها، ودايما شاكر لكل شيء ربنا وهبهولك. عايزاك برضو تسافر كتير، الأماكن بتغير فينا حاجات كتير، وكل مكان بنروحه بيسيب جوانا أثر وبيعلمنا حاجة. مهما كبرت هتتعلم دروس كتير. اوعى تكبر، اوعى تكبر على التعليم. خلي دايما التغيير ده طريقك، واوعى تخاف من الفشل. قلنا الفشل هو عبارة عن دروس تعليم، وكون فعلا جدير بالنجاح. وما تستناش الظروف المثالية اللي هتخليك تصنع الفرصة. اعمل انت الفرصة، واستمتع بكل لحظة وكأنها اللحظة الأخيرة. كل شيء في الدنيا بيحصل لسبب، حتى لو انت مش فاهمه دلوقتي، بس بكرة هتعرف ان هو كان لسبب، وسبب قوي جدا، وكان في مصلحتك، وكان خير ليك. متضيعش وقتك بقى في الشكوى. خليك دايما بدل ما تشتكي دور على الحل. فحافظ على قلبك دايما طيب، حتى لو كان العالم اللي حواليك قاسي ما كانش يليق بيك. واوعى تبطل تضحك، وما تبصش للظروف، لأن الكمال لله وحده. وتعلم تنبسط سواء لوحدك أو مع رفيق، لأن رفيق نفسك ده هو الرفيق الحقيقي. الحياة مش سباق. خد وقتك وتمتع بالرحلة، لأن في النهاية بنطلع بشوية الذكريات والحاجات الحلوة اللي احنا عشناها في العمر ده كله. فالحياة رحلة، عيشها بحب وامتنان، وما تخليش الفرصة تمر من غير ما تاخدها. وقولي بقى في التعليقات ايه هي الدروس اللي ما فهمتهاش في وقتها وفهمتها بعد فوات الأوان. استنية تعليقاتكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.